الجزء الثالث هو البيئة المحيطة وأنت قاعد تشتغل. النصيحة رقم 1 دلوقتي، تخلّص من الفوضى بتاعة المكتب بتاعك، خلّي المكتب بتاعك فاضي، يعني أنا المكتب مليان دلوقتي لإن أنا قاعد باسجل، ولكن أنت قدر المستطاع خلّي المكتب بتاعك فاضي، ما هو إلا الحاجة اللي أنت محتاجها، لابتوبك، الشاشة بتاعتك، الماوس بتاعك، النوت بوك بتاعتك، بس حاول قدر المستطاع إن أنت تقلل من الحاجات اللي موجودة قدامك حالًا. نصيحة رقم 32، خلّي الجو دافي، يعني ما تشغّلش التكييف بارد وما تخلّيش الجو حَر، حاول تخلّي الجو دافي. معظم الناس اللي بيشتغلوا معايا في شركات لمّا بيدخلوا في المكان اللي باشتغل فيه، فبيلاقوا رتم معيّن كده من التكييف، أنا باحب أشتغل في الوقت ده. قال السَّجعة لو زادت أكتر أنا باهبّط ومش باشتغل، والسَّجعة لو زادت أقل أنا باتعب وباعرق مش باعرف أشتغل. فحاول أنت تشوف درجة الحرارة اللي أنت بتقدر تنتج فيها وإن أنت قاعد مركّز، ولا أنت مستريّح ومسترخي نايم، ولا أنت حاسس إن أنت حرّان وزهقان وزيادة. النصيحة رقم 33، قلِّل اللون الأبيض اللي حواليك. الناس اللي أنا باسميهم عندي زوابع بيقولوا إن ده لون أبيض، دي السبورة، أنا باستخدمها في حاجات معيّنة دلوقتي، أنا قاعد محتاجها في task معيّن، أنا حاطط قدامي الصورة، لكن المكتب هو لونه أزرق، فحاول إن أنت تقلل من اللون الأبيض، كل ما تقلل من اللون الأبيض حواليك، يعني اللابتوب مثلًا أسود، الشاشة سودا، البوردة دي لونها أسود، حاول إن أنت تقلل من اللون الأبيض، كل ما تقلل من اللون الأبيض حواليك، سواء الضوء اللمبة البيضا ما تبقاش بيضا زيادة عن اللزوم، تبقى صفرا شوية، أو اللون الأبيض اللي هو اللي في المكان نفسه، كل ما تقلل الأبيض كل ما الانتاجية بيزيد. أنت شوف الموضوع ده لو مش مناسب معاك ما تعملوش. حاول تخلّي المكان اللي أنت بتشتغل فيه لون أزرق، يعني مثلًا دي أنا باحط فيها الحاجات السخنة، فدايمًا دي بتكون طالما أنا معايا حاجة سخنة دي قدامي. أنا ممكن في ناس تكون مش مقتنعة بموضوع الألوان ده، ولكن هي نجحت معايا. أنت لو المكان اللي أنت بتشتغل فيه جرّب إن أنت تقلل من الأبيض، زوّد من الألوان اللي زي دي، اللي زي مثلًا الأحمر والأزرق، وشوف ده تأثيره على إنتاجيتك عاملة إزاي. لو الموضوع ده زوّد من إنتاجيتك خلاص مارس الهاب دي، لو هي مش بتزوّد إنتاجيتك خلاص ما تستخدمهاش. نصيحة رقم 35، حاول إن أنت يكون عندك نباتات في المكان. يعني من أغرب الحاجات مثلًا أنا فترة من الفترات كنت باجيب البطاطا وأحطها في كوباية مع بُق وأزرع بطاطا أو ريحان أو ورد أو كذا، أو كذا، أو كذا، ولكن الحمد لله يعني أنا البيئة اللي أنا موجود فيها هي مليئة باللون بالنباتات، ولكن أنت لو البيئة بتاعتك مش موجودة حاول إن أنت تجيب زرعة حية، مش الزرع اللي هو البلاستيك، لأ، جيب زرعة حية وحطها في المكان اللي أنت بتشتغل فيه، وشوف ده تأثيره عامل إزاي على الإنتاجية بتاعتك. النصيحة رقم 26، غيّر مكان الشغل بتاعك من وقت للتاني، يعني حاول إن أنت يكون في أكتر من مكان ينفع تشتغل فيه، مثلًا work space، الأوضة اللي أنت بتنام فيها في البيت، أوضة كمان أنت بتشتغل فيها، يعني أوضة لو أنت عندك بيت مثلًا بيت عيلة، حاول مثلًا يكون ليك مثلًا أوضة في الشركة بتاعتك، وأوضة مثلًا في شركة تاني أو في سطوح مثلًا أنت بتشتغل فيها، حاول إن أنت يكون عندك القدرة مثلًا إن أنت مثلًا تطلع تشتغل في كافيه أو إن أنت تروح تشتغل في work space، يعني حاول إن أنت كل شوية تغيّر من المكان اللي أنت بتشتغل فيه، وشوف ده تأثيره عامل إزاي على الإنتاجية بتاعتك. لقيت في مكان معيّن أنت بتشتغل فيه أكتر، ركّز في المكان ده وابدأ غيّر، لقيت مكان تاني أنت تركّز فيه أكتر، يبقى خلّيك ما بين المكانين دُولة، حاول تغيّر تاني، لقيت مكان تاني، ابدأ تغيّر من المكان لحد ما يكون عندك أكتر من مكان بيكون قادر إن أنت تنتج في المكان. النصيحة رقم 27، اشتغل على ضوء الشمس، حاول إن أنت تلحق الشمس، تعرّض نَفْسك لضوء الشمس وتشتغل على ضوء الشمس. في وقت الحر ده بتكون صعبة، يعني إن إحنا بنسهر بنصحى متأخّر، ولكن حاول قدر المستطاع إن أنت ما تشتغلش على اللمبات الصناعية، والحق ضوء الشمس واشتغل على ضوء الشمس. النصيحة رقم 28، حاول إن أنت تتجنب الأماكن اللي فيها ضوضاء وفيها تشتُّت، يعني ما تروحش الwork space وتكون المكان اللي أنت قاعد فيه ناس كتير بتتكلّم وناس بتشتِّت، أو مثلًا الأولاد كل شوية مثلًا ييجوا لك، أو مراتك أو أمك أو صاحبك أو أخوك كل شوية يشتِّتوك، أو مثلًا أنت في أوضة مثلًا، الأوضة دي بتطُل على الشارع والشارع فيه مثلًا كلاكسات وزحمة وبتاع، فحاول إن أنت قدر المستطاع المكان اللي تشتغل فيه يكون ما فيش ضوضاء وما يكونش فيه عوامل كتير لتشتُّت، التلفزيون مثلًا أو مثلًا حد مشغّل أغاني وحاجات من هذا القبيل. النصيحة رقم 29، حاول إن أنت تكون
عامل زي الناس بتوع زمان، اللي هو إيه، عندك زي المحلات القديمة، مُغلق للصلاة، أنت خلّيه مُغلق للعمل، اللي هو أنت مثلًا في علامة مميزة أول ما بتعملها خلاص ما حدش بيخطّي المكان اللي بتشتغل فيه، أول ما تقفل الباب مثلًا يبقى خلاص أنت مشغول، أنت في meeting، أنت شغّال بتعمل حاجة، اللي هو ممنوع الاقتراب، ممنوع إن حد يدخل المكان ده، فحاول يكون في حاجة معيّنة، علامة معيّنة، أول ما الناس اللي حواليك أنت بترفع الراية دي، خلاص هم فهموا إن الوقت ده ما ينفعش إن هم يقطعوا تركيزك أو شيء. النصيحة رقم 40، استخدم روايح بيسموها حمضيات. أنا مثلًا رُحت عند الناس اللي هم بتوع العطر بيبيعوا حاجة اسمها عطر فريدة، فرُحت السلام عليكم، عندك عطر، عندك معطر جو؟ عندي معطر جو. قُلت له: "طب إيه الحاجات اللي هي الحمضيات؟" فقال لي: "يعني إيه المقصود بالحمضيات؟" أنا قُلت له مثلًا: "أنا حسب معلوماتي مثلًا إن الليمون من الحمضيات، هل عندك ريحة ليمون؟" فقال لي: "ده طلب غريب، إزاي يعني من ريحة ليمون؟" قعد يدوّر ما لقيش ريحة ليمون، فبما إن أنا باتردد على الراجل كتير، ففجأة قال لي: "أحمد مش أنت كنت بتسألني على ليمون؟" فقُلت له: "آه." قال لي: "أنا عندي خامة من المركز اللي بنعمل منه الروايح دي، وعندي خامة ليمون، أنت تقدر تاخدها وتحطها في العلبة الفاضية وتزوّدها، تكسرها وتدّيك ريحة." واشتريت الإزازة دي من حوالي 3 أو 4 سنين، عندي لحد دلوقتي وباجيب كده وأرُش في المكان منها. كنت أتمنى إن أنا أفتكر المعلومة دي وأجيب معايا الجزازة، ولكن هي جزازة كبيرة كده عاملة زي المكملات الغذائية، وفيها الريحة بتاعة الليمون، وأنا مفضيها في علبة اللي هي بتاعة الcrush اللي هي الفريدة دي، وباجيب وأرُش في الأوضة اللي أنا باشتغل فيها.